اهلا بيكم في المحاضره الثانيه اللي هنتكلم فيها عن التجاره الالكترونيه. لو انت اتفرجت على المحاضره الاولانيه فاكيد عرفت ان التراك ده ماشي على فكره ان احنا هنبقى عندنا معرفه بالموضوع قبل ما نبدا بيه. فانا مهم جدا ان انا اجمع لك كل المصطلحات والحاجات اللي انت محتاج تعرفها قبل ما تبدا المجال ده، ولو انت كمان شغال في المجال فاكيد الحاجات دي هتفيدك بشكل ما، فيستحسن ان انت تتفرج على الفيديوهات كلها كامله لحد ما نبدا في الكورس بتاعنا باذن الله. السيشن اللي فاتت والسيشن دي هم سيشن مهمين جدا جدا وعمود اساسي من عواميد الكورس بتاعنا، لان اللي جاي كلها حاجات تكنيكال، فانا مش عايزك في نص الطريق تسالني هو ده يعني ايه او ايه ده او الحاجه دي غريبه عليا، لان انت خلاص هتكون عارفها. وبفكركم ان الكورس ده موجه لاثنين من الناس، يا اما انت حد شغال ماركتير وعايز تسوق وتشتغل في مجال الاي كوميرس ان انت تسوق للناس اللي عندها متاجر الكترونيه، او انت حد عاوز تفتح المشروع ده بنفسك وعايز تعرف معلومات عنه اكتر. فيلا بينا نبدا السيشن الثانيه. يلا بينا نبدا في المحاضره الثانيه. طيب المحاضره الثانيه هنا بتتكلم عن ايه؟ المحاضره الثانيه بتتكلم عن ان احنا عايزين نكمل بقيه الاساسيات اللي المفروض نبقى عارفينها. فاول حاجه بفكرك ان دي اساسيات عايزك تبقى عارفها قبل ما تبدا في مجال التجاره الالكترونيه، وما تنساش تبص على اللينك اللي تحت اللي هتلاقي فيه كتيب بيشرح وبيساعدك تحقق وتتعلم كل المصطلحات والاستراتيجيات اللي ليها علاقه بالتجاره الالكترونيه. اول حاجه عايزين ان احنا نتعلمها في المحاضره بتاعتنا دي هي الكاستمر اكسبيرينس او التجربه بتاعه المستهلك. وهنقسم التجربه بتاعه المستهلك دي لثلاث حاجات اساسيين. اول حاجه قبل ما يشتري دي شامله ان هو مثلا شاف اعلانك، دخل موقعك او دخل لك على الرسائل، وبعدين بيدور على اراء الناس. فانت كل واحده من دول لازم تكون عاملها بشكل اقرب الى البرفكتو والعظمه. فمثلا شاف اعلانك، ده معناه انه الاعلان بتاعك وصل ليه بشكل كويس وان هو مهتم، فلازم يشوفه بصوره جيده، لازم يشوف الكونتنت بتاعه ممتاز، لازم يشوف كواليتي التصوير بتاعتك تكون مناسبه لتفكيره. هنا ما بتكلمش على كواليتي عاليه ولكن بتكلم انها تكون مناسبه للتفكير بتاعه. تاني خطوه عندنا ان هو دخل موقعك او شافك. الراجل خلاص دخل موقعك او كلمك على المسج او جالك في المحل بتاعك او ايا كان، الراجل ده خلاص طالما دخل الموقع بتاعك لازم تكون التجربه سهله في الشراء، عارف بالظبط هو بيعمل ايه، بيطلب بشكل سريع، يكون مستمتع وهو بيطلب الطلب اللي هو يطلبه، مش مجرد بس ان هو داخل الحاجه دي عشان هو عاوزها، ولكن كمان هو بيلاقي في تجربه الطلب دي شعور لذيذ ولطيف. اخر حاجه ان هو بيدور على اراء الناس عنك. بيدور اراء الناس عنك دي يعني مثلا انا شخص لسه اول مره اشوفه، اول مره اشتري، طبيعي ان انا ابدا ابص على الفيدباك بتاعته، فانا لازم النقطه دي الاقيها بشكل سريع جدا. وخاصه ان الفيدباك الحقيقيه دلوقتي الناس كلها بقت بتقول ارائها، وده شيء كويس وفي نفس الوقت شيء وحش. فالناس دلوقتي بقت بتاخد المصداقيه من تجارب الناس القديمه، علشان كده ظهر مجال جديد اصلا اللي هو اليوجي كونتنت او اليوزر جنريت كونتنت. فده مجال احنا هنتكلم عنه في المستقبل، ولكن دي اهم حاجه بالنسبه لنا، ان الشخص اللي هيدور على الكونتنت او اللي هيدور على الفيدباك بتاعت الناس يكون عارف يلاقيها بسهوله ويلاقي حاجه كويسه. الحاجه اللي اثناء الشراء بتاعتنا، اول حاجه هل الموقع بتاعي سهل؟ ما سهل هنا معناه سهل في الدخول، سهل في ان هو للناس تلاقي البرودكت بتاعتها، سهل في ان الكاتيجوري متصنفه، انا لو عايز رجالي الاقي رجالي، سهل كمان وحاجه مهمه جدا بتفرق، سهل جدا في الفلتر. احنا كنا شغالين على ويب سايت، يعني مش هينفع اقول اسمه، بس كنا شغالين على ويب سايت كنا بنبيع، ولكن جربنا ان احنا نحسن اداء الفلتر بناء على حد قال لنا الفلتر مزعج جدا، ان هو مثلا عايز يجيب من الارخص للاغلى او من الاغلى للارخص، الموضوع ما كانش بيظبط معاه. لما بس ظبطنا الفلتر كان في زياده في المبيعات ملحوظه، يعني بتركايه بسيطه جدا تكنيكال. الحاجه الثانيه، هل المنتج واضح هنا شامل حاجتين، واضح كوصف كديسكريبشن، ولا واضح كصوره، الصوره بتاعته موجوده على خلفيه بيضه كده وخلاص، ولا موجوده صوره حقيقيه ومنها مثلا صوره متصوره لايف ستايل، يعني حاجه ملموسه كده متصوره مثلا حد بيستخدمها، غير الصور بتاعه الاستوديو اللي بتبقى خلفيه بيضه. فهل البرودكت مبين ده وده ولا لا؟ ده هنا معنى الوضوح. والحته بتاعه الديسكريبشن هنتكلم عنها في المستقبل، وهتلاقوا في اللينك اللي تحت اصلا في تمبلت كده لتقريبا اكتر 15 وصف او طريقه توصف بيها البرودكت بتاعتك في اللاندنج بيج. بعد كده طريقه الدفع سهله. طريقه الدفع سهله يعني هل هو مجرد لما بيوصل للتشيك اوت او بيبدا خلاص حطها في الكارت ووصل الصفحه بتاعه التشيك اوت اللي هو هيدفع، هل الموضوع ماشي بسلاسه وسهوله ولا لا؟ والموضوع ده كان في ماتريكس كنا اتكلمنا عنه على انستجرام، بتروحوا بصوا عليه يعني بصه، كنا بنتكلم عن ازاي انت بتقيس الحته دي وبتعرف هل الناس فعلا حاسه بسهوله في الدفع ولا لا. وطبعا هنا كل ما تضيف مميزات دفع اكتر كل الموضوع بيكون جايب معاك باذن الله نتيجه. حاليا طبعا لو انت في مصر فاعتقد ان انت ممكن تضيف الويب سايت بتاعك او تشترك مع خدمه بيمنت جيت واي يكون فيها موضوع الابل باي مثلا، الناس تدفع بثلاث تكات بس كده خلص الموضوع. بعد كده عندنا هل حد بيرد على استفسارات ولا لا. استفساراته دي شامله الايميل لو هو بعت ميل، وشامله كمان الايكونز الواتساب اللي بتبقى ظاهره على الويب سايت من تحت اللي انت يضغط عليها فيخش على طول في شات مع حد من سواء الاي اي بتاعك او يخش في الشات مع حد من المودريتور. فلازم يبقى عنده حد بيرد على استفساراته بحد كويس. دي كلها اكسبيرينس او تجربه المستهلك في اثناء الشراء. بعد كده عندنا النقطه الثالثه هي بعد الشراء، هل المنتج بدا يوصل له بسرعه؟ هل خدمه الشحن شغاله كويسه؟ هل التغليف او العبوه شغاله متقدمه له بكواليتي كويسه والتغليف كان كويس ونظيف؟ هل خدمه ما بعد
البيع كويسه، هل بيوصل له عروض، هل الناس بتساله انت اخبارك ايه او ايه اللي حصل. كل دي حاجات مهمه جدا نعرفها في خدمه ما بعد البيع. بعد كده اخر نقطه زي ما احنا قلنا، حد سأل رايك هنا مهم ان انت تعرفه سواء كاكسبيرينس او لا. وخد بالك ان العميل اللي بيعيب فيك هو بيفيدك اكتر من العيب اللي بيقول كويس والله تمام كل حاجه تمام، ولكن هو من جواه اتقفل من التجربه وما عندوش استعداد انه يشتري منك تاني. طب في ادوات بتساعدك تعرف الاجابات دي؟ في حاجات كتيره جدا بتقدر ان احنا نشتغلها. يمكن افضلهم ان انت تعمل سيرفي ده حاجه بتتبعت مثلا للناس على الميل او بتبعتهم على الواتساب او بتنزلهم على البيج عندك، وعلشان السيرفي ده الناس تملاه تقول والله ان انت لو مليت السيرفي ده بتاخد كوبون خصم مثلا 10%. طب السيرفي ده ممكن يكون فيه السيرفي ده بيكون فيه مثلا اشتريت مننا قبل كده، طب المنتج اخباره ايه، التغليف، طب شركه الشحن، طب مندوب الشحن ضايقك، تفاصيل زي كده لحاجات انت ما تقدرش تقيسها او ما تعرفهاش غير لما تسال الشخص ده. فليكن مثلا احنا عندنا نسبه اوردرات ما بتتسلمش، تخيل مثلا عندنا 10 اوردرات ما بتتسلمش، انت ممكن تلاقي 5 منهم الفيدباك جه وحضرتك ما استلمتش ليه، يقول لك مثلا انا المندوب قلت له وكلمني قبل ما توصل، بيكلمني بيقول انا تحت البيت وانا ما كنتش موجود، المندوب قال لي مثلا تعالى على اول الشارع. حاجات ليها علاقه بنسبه الشحن او مشاكل اللي زي كده، ساعتها مش هتعرف المعلومه دي غير لما للاسف تعمل السيرفي اللي زي ده. وعلشان تعمله عشان الناس ما بتحبوش فلازم تشجعهم بحاجه زي ديسكاونت مثلا معين او عرض معين تكون انت عامله. دي طبعا برامج تقدر ان احنا نستخدمها في دردشه مباشره مع الكلاينت، او ان انت تاخد تقييم للعملاء بتوعهم، او تتتبع شركات الشحن، او مثلا تصمم تجربه كويسه، او انك تحسن البريد الالكتروني بتاعك. فكل دي تولز احنا نتكلم عنها بالتفصيل قدام، ولكن لازم تبص على الجدول اللي ظهر قصادكم على الشاشه ده.